السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو حلو قوي، نشوفوا كده مع بعض. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الكيكة بدون بيض وبدون لبن، سهلة وبسيطة ومقادير سهلة في كل بيت. تعالوا نعملها مع بعض. معايا كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، حطهم كده في بولة. تمام كده، زي ما قلنا مفيش فيها بيض. ده نص كوباية زيت أو كوباية إلا ربع، يعني نص كوباية ومعلقتين كده كبار. معايا هنا كيس فانيليا، حطينا بقى كده الفانيليا. يا الله، نقلبهم بقى كده كويس قوي. بقى احنا حطينا كده السكر والمية والزيت والفانيليا، نقلب كله مع بعضه. معايا طبعا هنا بقى قد ايه كمية الدقيق، قد ايه معايا 3 كوبايات الا ربع من الدقيق. مش الا ربع بقى، يعني ايه الا حاجة بسيطة. 3 كوبايات الا حاجة بسيطة كده. طبعا انتوا هتشوفوا القوام معانا دلوقتي. هنخلهم بقى كده كويس قوي، وحطيت معاهم رشة ملح وكيس كيك شيف على الخليط اللي احنا قلبناه مع بعض، وقلبهم كده كويس قوي. كنت لسه بنخل باقي الدقيق. حطيت هنا كمان معلقة كبيرة من الخل، بيخليها برضو هشة وحلوة قوي. شايفين بقى القوام حلو ازاي؟ ما شاء الله. معايا هنا بقى صينية مدهونة، اي صينية عندك بقى. طبعا انا الخليط ده عملته في صينيتين، ممكن لو صينية اكبر شوية ممكن تعملوها مرة واحدة. شايفين جميل الكيكة؟ جميلة ما شاء الله، القوام بتاعها مظبوط وحلو قوي. نربطها خطتين كده وندخلها الفرن على الشبكة اللي في النص. وبعد ما تستوي بقى كده بعد نص ساعة، طبعا الصينية دي ما بتتغيبش في الفرن، وطلعت بقى بالشكل ده كده. ما شاء الله، الطعم جميل قوي بصراحة. جربوها ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.